السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدين ومتابعين قناتي، أهلا وسهلا بيكم في تجربة جديدة من تحليل وتقييم مطاعم مصر في الأكل والتيك أواي، حواوشيات، همبرجرات، كبابات، كفتة، فراخ مشوية. النهاردة هنجرب مطعم مكسر الدنيا وعامل شغل حلو، عمري ما جربته في حياتي، أول مرة هجربه. يعني أنا بحب الفرايد تشيكن وكده، كنت بموت فيها، بس عشان موضوع كي اف سي بقى وكده والكلام ده بقالي كتير ما اكلتوش، فقلت أجرب مطعم مصري عنده أكتر من 30 فرع ما شاء الله، واسمه جامد وقوي، واسمه بازوكا. هنجرب النهارده بازوكا ونشوف يا جماعة أخباره إيه وطعمه إيه. أنا طلبت النهارده من بازوكا أهو، اللي في الشروق، مطعم بازوكا. بازوكا أهو، ده فرع الشروق. وجبت المنيو، ندردش شوية كده في المنيو مع بعض. عندهم ما شاء الله 1 2 3 4 أكتر من 30 40 فرع. اسكندرية والدقي وأكتوبر والتجمع والسويس، مدينة نصر، الساحل الشمالي والهرم والعبور، ما شاء الله. عندهم بازوكا فاميلي ميلز وميلز عادية، والمسحب السعادة نبقى نجربه المرة الجاية. أنا المرة دي طلبت الفراخ طبعا، وجبة الثلاث قطع فراخ سبايسي، ودي بيجي معاها كول سلو وفرايز وعيش. ودي ب 159 جنيه. دي بازوكا اهو المطعم، بازوكا بازوكا. وطلبت كمان سندوتش الزنجر سوبريم، واحد قال لي انه حلو وجامد قوي، وهنجرب ونشوف. ادي المنيو بتاع بازوكا، ادي الاوردر والكيس، وادي الساندوتش الزنجر سوبريم. انا ما اعرفش فيه ايه خالص، وجديد بالنسبه لي، عشان حد قال لي جميل وجربه. ادي الساندوتش اهو، علبه كبيره وطويله، حاسبه اهو. انا كنت فاكره مدور زي بتاع كي اف سي، طلع طويل. هنفتح كده ونشوف، بسم الله. بازوكا ده اخباره ايه؟ اوه، شكل الساندوتش جامد يا جماعه، شكله جامد. عباره عن خس وطماطم، شايفين، وصوص الجبنة، وقطعة فراخ كبيرة نشوفها كده، قطعتين فراخ، وكمان في تركي مدخن اهو، اهو يا جماعة، وتركي مدخن شكله مليان وحلو، ونقطم ونشوف. بسم الله بسم الله. جعانين يا جماعة، يعني هو اللقمة طرية شوية والدنيا واقعة، يعني ايه، نحاول نلمها. نقطم كده ونشوف. الحاجة بتقع يعني. ده الزنجر سوبريم، نسيت اقول لكم انه ب 110 جنيه، وسبايسي، في صوص جبنة، طماطم، تركي مدخن، وخس. السندوتش زي ما انتم شايفين كده مبهوأ شوية، مش عارف امسكه. العيش، اللقمة طرية وحلوة، بس ايه، مش ماسكة نفسيها. شوف كده، بازوكا. القطمة دي كانت كلها عيش، نشوف القطمة اللي بعديها. صراحة ناخد قطمة ونشوف. مهم. مهم.
انا مش حاسس بطعم الفراخ قوي، انا حاسس اكتر بالخس والطماطم والتركي المدخن. طبعا السندوتش مبهوأ وانا بحاول المه بس مفتح من كل ناحيه. انا حاسس اكتر بطعم التركي المدخن اهو، قطعه كده، قطعتين صغننين. الفراخ مش سبايسي قوي، مش حاسس بتتبيله مميزه بيها يعني. هو سندوتش مليان ولطيف. ناخد قطمه كمان عشان نديله حقه. بازوكا. طيب بحاول استطعم الفراخ واقول لكم طعمها ايه. اولا هو سندوتش مش وحش يعني، اديله 7/10. العيش اديله 8/10. صوص الجبنه حلو ومميز فيه. الطماطم والخيار برضو، الطماطم والخس برضو باينين. بس اكتر حاجه باينه في السندوتش هو الترك المدخن، مع انها شرايح رفيعه قوي، شرايح رفيعه. انما انا حاسس انه سبايسي بس الفراخ مش مميزه قوي كطعم يعني، طعمها عادي، سبايسي عادي يعني. هو سندوتش مش وحش، مشبع، ب 110 جنيه، نوت باد. العيش اديله 7/8. الحشو اديله برضو 7. إيه لو سألتوني ممكن اطلبه تاني، ممكن اطلبه تاني على اساس انه مليان وبيشبع. بس يعني يا ريت يبقى الفراخ تتبيلتها تبقى مميزة عن كده. ده التشيكن زنجر سوبريم من بازوكا، وتجربة مش سيئة. نديله 7/8 كده، ومش وحش خالص. زنجر سوبريم ب 110 من بازوكا. خش بقى ايه على الفراخ يا جماعة. جبت وجبة 3 قطع مع كول سلو وفرايز وعيش ب 159 جنيه. ادي الوجبة اهي. مع عيش كول سلو. حط لي معلقة للكول سلو، كتر خيره. وادي الكول سلو. طبعا عشان نفتح علبة الكول سلو دي عايزة يعني ايه، صعبة قوي. بصوا يا جدعان، ايه ده، متبرشمة بايدي. هنعمل فوق كده عشان عايزين نوريها لكم. بازوكا. ادي الكول سلو، العلبة الصغننة. وادي العيش متغلف، حلو انه متغلف كويس، مناديل. وادي قطع الفراخ اهي، وسط مش كبيرة قوي، شكلها وملمسها حلو. ادي قطع الفراخ، مش عارف هو حاطط لي كله وراك ولا ايه. وادي صدر يمكن، لا، 3 قطع بصراحة حلوين. البطاطس يعني العلبة نصها مش مليان. نملى شوية البطاطس ونشوف مع بعض. نجرب كده الكول سلو ونقول بسم الله ونصلي على النبي. كول سلو بازوكا. كول سلو مميز، حلو، كريمي، تحس ان في كريمه كده، مسكر حلو، فيري فريش، طازه وجميل ولذيذ وجوسي وجميل. شوفوا الكول سلو جميل، حلو جدا جدا. اديله 9/10. كول سلو جميل ما شاء الله. شفتوا هيعيش عيش طري وفريش ومتغلف، واهم حاجه انه متغلف، وده شيء مميز. عيش عادي خالص، ما فيهوش سمسم ولا حاجه،
بس طري وفريش ومغلف، فهيبقى صحي ونضيف يعني. لغاية دلوقتي الكول سلو جميل، اديله 9/10 الكول سلو، والعيش 9/10. خش بقى على البطاطس. بطاطس رفيعة مزيتة طبعا كالعادة، ما فيهاش أي توابل ولا ملح ولا فلفل، ملهاش أي تيست. هو عبارة عن بطاطس محمرة مزيتة كالعادة. شايفين الزيت يا جماعة؟ شايفين؟ بطاطس ملهاش أي طعم ولا ريحة، بطاطس محمرة، ولا شوية ملح ولا شوية توابل ولا أي حاجة. نديها البطاطس 4/5 عشان كمان مزيتة موت. 4/5 في البطاطس، مزيتة جامد. بسم الله. نخش بقى على قطع الفراخ. دي أكبر قطعة و3 قطع. بسم الله. لون ملمس ما شاء الله جميل، كبيرة حلوة. نفتح كده، ده صدر، جزء من الصدر، وندوق تتبيلة السبايسي. بسم الله. هي سبايسي بنسبة 7%، 7/10. مستوية كويس الفراخ، ما فيهاش أي دم. قطع كبيرة ما شاء الله أهي، ما فيهاش أي دم. تتبيلة كويس، إنما كتيست الفراخ جوسي، تتبيلة كويس وسبايسي وملمس تمام وما فيهاش دم. بس التيست وخلطة التوابل فيها مش مميزة زي خلطة KFC. يعني فيها توابل بس مش حاسس هي ايه. هي انت حاسس اكتر انها فراخ محمرة، فرايد تشيكن محمرة حلو وكبيرة وجوسي. بس الفراخ ملهاش طعم مميز. يعني KFC بغض النظر بقى مقاطعة مش مقاطعة، مستواه نزل، بيبقى له تتبيلة معينة مميزة، والتوابل بتاعته بيبقى ليها طعم معين. نجرب تاني كده. بازوكا قطعة اهي. الوجبة دي ب159 جنيه، غالية يعني الأيام دي مش حاجة رخيصة. يعني ممكن سعرها يبقى 140 130. ده يبقى يعني سعر مناسب ليها بالنسبة للأيام دي. إنما شايف إن 160 غالية شوية. و الفراخ زي ما انتوا شايفين اهي، ما فيهاش أي دم، قطع كبيرة ومتبلة جامد، تحس تشوف التتبيلة جواها كويس. إنما كتيست يعني ما تحسش ان في توابل مميزه وظاهره فيها. يعني مش ما تشدكش، ما تخطفكش، ما تقولش واو اخر قطمه. يعني انا جربت فراخ تيكوز من كام يوم في الشروق، كانت يعني احلى من دي شويه في التتبيله وفيها تيست توابل اكتر. بالنسبه للفراخ فهديها 6.5/10 عشان ما نظلمهمش. انما لو التتبيله كانت التوابل والطعم احلى ومميز، يعني ممكن نحط بودرة ثوم اكتر، بودرة بصل، يدي كده شوية توابل تديها نفحة حلوة، طعم مميز. انما هي سبايسي مقرمشة ما فيهاش دم. يعني ممكن اطلبها تاني، بس عشان السعر ممكن ابعد شوية، وعشان التتبيلة ممكن ابقى قلقان، يعني مش مميزة اوي. هندي الفراخ 6.5/10.
دي كانت تجربة مطعم بازوكا. وادي البوكس اهو، 3 قطع كبار حلوين. يعني اوفر اول الاجمالي الساندوتش الزنجر سوبريم ما كانش وحش، كان مليان وحلو، بس طعم التركي المدخن اللي هو الديك رومي المدخن مع انها شرايح رفيعه قوي ظاهره جدا، برضو الفراخ كطعم مش باينه قوي. صوص الجبنه كان لطيف، ادينا له ده 7، والفراخ 6.5، كول سلو 9، والعيش 9. لو قلت لي اجرب ايه تاني، يعني ممكن ما اجربش الفراخ تاني من عنده عشان الطعم مش مميز. انما لو عايز اشبع واحجام وكده هروح عنده. ممكن اجرب الزنجر سوبريم تاني مع انه ب 110 يعني برضو مش رخيص. فتجربه مش بطاله، اوكي افريج سو. مش المحل اللي هيخليني اروح واجري عليه تاني يعني اقول واو الطعم رهيب وكده. انا اسف اني طولت عليكم، وده كان تحليل وتجربه مطعم بازوكا. اسم جامد جدا، اكتر من 30 فرع، الناس بتقول لي عليه من زمان. يا رب يكون التحليل والتقييم ده عجبكم. أعزائي المشاهدين، لو عجبكم الفيديو اعملوا سبسكرايب وفولو للقناة، ويا رب دايما على خير وصحة وسلام. وآسف لو كنت طولت عليكم، واشكركم لحسن المتابعة، وإلى حلقة أخرى مع همبرجرات، مشويات، كفتات، سندوتشات. كل سنة وانتم طيبين، ونشوفكم على خير في حلقة قادمة إن شاء الله. كان معكم المهندس بسام صالح، وتحليل مطعم بازوكا. شكرا.